طبعا احنا طالعين النهارده نتكلم معاكم شويه بخصوص الكلام اللي داير بقاله كام يوم كده. تمام. بالنسبه للحمله اللي هي ضد مكاتب التسويق حاليا، هي مش حمله الحرب في اكل العيش ولا حاجه، لان عمر حكومه بلدنا ما بتحاربنا في اكل عيشنا. ده تقنين للوضع. تمام. بحيث ان في مشاكل كتير حصلت بسبب العشوائيه اللي سماسرة شغاله بيها، وان مفيش حد معروف بالاسم يعني معين بيبقى شغال، بتاع الخضار شغال، بتاع الفاكهه شغال، بتاع الكاوتش شغال، اي حد بيسكن اي حد، والناس كلها بتسكن. وفي ناس بتعمل مشاكل وناس بيبقى عاملين جرائم وجايين يستخبوا. فطبعا انت حضرتك مش فاهم اي حاجه وشغال عشوائي، المهم ان انت تخطف الجنيهين وتجري. فده مش وضع، ده مش وضع. الوضع اللي المفروض يكون موجود، ده الصح اللي الحكومه بتاعتنا بتعمله، ان هي بتقنن وضع مكاتب التسويق في البطوش، والناس تبقى معروفه، ومش في البطوش بس، احنا على مستوى، يعني على مستوى الجمهوريه القرار ده نازل. ويعني دي بص، دي اسمها بطاقه ضريبيه. تمام. دي اول خطوه انت ممكن تعملها. انا النهارده يعني انا واحد من ضمن مكاتب التسويق. انا نازل اقنن وضعي، نازل معايا محامي، بشوف ورقي اللي ناقص ايه، بشوف الرخص بتاعتي ناقصها ايه، فانا بعملها. عندي شويه ورق ناقصين بخلصهم، وهتوجه للجهه التنفيذيه اللي هي القسم، وهقدم وهشوف ايه الوضع اللي انا ينفع اكون شغال بيه قانوني، وما بقاش مخالف للدوله او لاي حاجه ممكن تخص يعني الامن العام. فاحنا دلوقتي بجد في مشكله، ان الناس كلها بقت شغاله عشوائي وارتجالي. فاللي الحكومه بتعمله ده الصح، وربنا يبارك لنا في حكومه بلدنا. هم مش عايزين مننا غير ان احنا نكونوا شغالين، وبندوا الدوله حقها، وبندوا كل حاجه حقها، ما يبقاش في حاجه شغاله عشوائي كده زي ما الناس شغاله. تمام. فنداء لكل رجال مكاتب التسويق اللي حابه تشتغل بما يرضي الله وحابه تشتغل صح، انزل خلص ورقك، انزل خلص ورقك، اتوجه لمكتب الضرائب، اعمل بطاقه ضريبيه، اعمل سجل تجاري بعد كده، وابتدي امشي في اجراءات الرخصه، بحيث ان انت تبقى الدنيا معاك سليمه وتمام. ويا ريت ان احنا بعد كده، يعني في فيديوهات كتير انا هطلع اتكلم معاكم فيها ازاي نعمل سيستم للعملاء اللي بتجيلنا المكتب. طبعا احنا يعني مكتبنا ما بنشتغلش ايجار، بنشتغل تمليك، بس نقدر ان احنا نسجل داتا العملاء اللي بتتعامل معانا عندنا على سيستم على الكمبيوتر، بحيث ان لما يجي لنا اي سؤال مثلا من الجهه المختصه عن حد باسمه، ان احنا نقدر نبحث على السيستم عندنا، نجيبه ونجيب ان احنا سكناه فين، لان احنا طبعا ممكن ما نفتكرش كل الناس. ف... فده برضو ايه، حاجات احنا هنبتدي ان احنا نشتغل عليها، بحيث ان احنا نبقى بنساعد رجال الشرطة عندنا في اي حاجة هم محتاجينها، بحيث ان اي مشكلة تحصل او اي حاجة مخالفة للقانون تحصل تتلم بسرعة. وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، وربنا يكرمكم ويوسع رزقكم، بس في الصح وفي الاصول. تمام. بالنسبة للناس اللي هي يعني اتمسكت وكده، كلها برضو ناس محترمة وناس كويسة، بس هي المشكلة في ورق، ان الورق مش كامل. تمام. وهي حملة جاية مفاجأة، ففي ناس كتير برضو ايه اتضرت فيها. فده يعني قرصة ودن للكل، عشان الكل يبتدي يتجه يخلص ورقه. وان شاء الله ربنا ما يجيب لناش حاجة وحشة، وان شاء الله ربنا يبارك لنا في حكومة بلدنا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.